عمرك قابلت حد سمعت اسمه كويس وبعد ثواني لقيت نفسك نسيته؟ الموقف ده محرج فعلا، لكن علم النفس بيقول إن ده مش معناه بالضرورة إن ذاكرتك ضعيفة. أول سبب، الأسماء ملهاش معنى بالنسبة للمخ. في علم النفس المعرفي، الاسم غالبا بيكون مجرد كلمة ملهاش ارتباط بأي معلومة، والمخ بطبيعته بيفضل يفتكر الحاجات اللي ليها معنى أو مرتبطة بتجربة. عشان كده ممكن تفتكر شغل الشخص أو شخصيته، لكن تنسى اسمه بسهولة، لأن المخ أصلاً ما خزنش الاسم بشكل قوي. تاني سبب، انتباهك كان متقسم. وانت بتتعرف على حد ممكن تكون مشغول بتفكر هترد تقول ايه، أو شكلك عامل ازاي، أو الشخص أخد عنك انطباع ايه. فالاسم بيتقال، لكن انتباهك مش بيكون معاه بالكامل، وبالتالي المخ ما بيسجلش المعلومة كويس. تالت سبب، المخ بيهتم بالوشوش أكتر من الأسماء. البشر اتطوروا إنهم يميزوا الوجوه أكتر بكتير من الكلمات، وعندنا أصلاً جزء في المخ مسؤول عن التعرف على الوجوه. عشان كده ممكن تفتكر وش حد شفته من أسابيع، لكن اسمه يطير من دماغك. رابع سبب، كثرة التفكير بتلخبط الذاكرة. الناس اللي مخها شغال طول الوقت أوقات بيلاقوا صعوبة في افتكار الأسماء، لأن دماغهم أصلاً مشغولة بأفكار كتير في نفس اللحظة، وده بيعمل حمل ذهني زيادة، فيخلي تخزين المعلومة أضعف. يعني نسيان الأسماء أوقات بيكون بسبب زحمة الأفكار، مش بسبب ضعف الذكاء. خامس سبب، الذاكرة بتحب الروابط. المخ بيفتكر أي معلومة بسهولة لما يربطها بحاجة يعرفها، لكن أغلب التعارف بيكون سريع، ومفيش وقت يتكون أي رابط بين الاسم وأي حاجة تانية. فالاسم يفضل بالنسبة للمخ مجرد كلمة عشوائية، والكلمات العشوائية أسهل حاجة تتنسي.